صحيح الغربة مرة. الغربة زمان كانت في بعدك عن وطنك وعن أهلك وناسك. دلوقتي الغربة هي غربة النفس، بتكون وسط أهلك وناسك وبتحس بوحدة وفراغ، بتضحك وبتبتسم لكن جواك بركان، بتتكلم كتير لكن تايه مش عارف انت بتقول ايه، مش فاهم نفسك ومش مرتاح، حاسس ان الدنيا كلها مالت قصاد عينيك، بقيت انسان مهزوز وخايف ومهموم. هو ده احساس غياب الروح عن الجسد وغياب العقل عن الواقع، وهو ده بداية الموت. خلينا نتكلم عن الموضوع ببساطة ونعرف ايه هي الاسباب اللي وصلتك لغربة النفس. ارجع كده معايا بالزمن لورا، تجارب الطفولة المؤلمة اللي مريت بيها من إساءة وإهمال وعنف أسري، الضغوط النفسية المستمرة في شغلك وفي علاقاتك الشخصية، الصدمات النفسية في الحياة بتخليك تحس بالخيبة والحزن، وهنا انت بتفصل نفسك عن الواقع. طيبتك الزيادة وسذاجتك بتخليك مش قادر تواجه مشاكل الحياة، وده لأنك عايش في مجتمع انتهازي، مجتمع أناني. وللأسف لمة العيلة دلوقتي عبارة عن فريق مهاجم غرقان في عصر التكنولوجيا اللي بيسابق الذات والزمن. فقدنا لمة العيلة بتاعت زمان اللي فيها الحضن الدافي والضحكة الصافية والكلمة الحلوة. لازم نخلي بالنا، علشان في حالة غياب الروح عن الجسد بتحصل كوارث. في اللي بيوصل للإدمان، وفي اللي بينهي حياته وينتحر، وفي اللي بيفصل نفسه عن ذاته وبيوصل للجنون. يا غريب النفس، اسمعني وافهمني، أنا بكلمك وبكلم نفسي كمان. الحل بإيدك بكل بساطة. قوي نفسك وسلم نفسك لربنا وقوله: رفعت إيدي من ضعفي، يا عالم جرحي ومخاوفي، مليش غيرك يكون جنبي ويسندني، صدقني هتهدى، ربنا هيطبطب عليك وهتحس بالسلام. ده أول حاجة. بعد كده وانت جوه عزلتك فتش عن نفسك، اكتشف نفسك من أول وجديد. خلي دايما من أولوياتك إنك تحافظ على صحتك النفسية والجسدية. زمان كنت انت صغير مش فاهم، دلوقتي انت كبرت ونضجت، عافر وحاول وهتنجح في اكتشاف نفسك الضايع. حب الحياة وعيشها على طريقتك، غامر وما تخافش من حاجة، مفيش حاجة هتخليك ضعيف، كل تحدي هيديلك قوة. عيش واحلم واوصل. ممكن يكونوا أهلك غلطوا، بس هم أكيد بيحبوك. ابعد عن اللوم والعتاب، اللي حصل حصل، انت مش هتغير حاجة. ابعد خالص عن كلمة ليه، الكلمة لوحدها هتدخلك في دايرة اليأس اللي هتخليك على طول إنسان لوام وشكاي وبكاي، شخص بائس وحزين ومهموم. خليك رحوم بنفسك وارحم غيرك. لو ما كنتش انت عندك رحمة يبقى متستاهلش الرحمة. ربنا قالها بصراحة: ارحموا من بالأرض يرحمكم الذي في السماء. والكلمة الأخيرة لعمود البيت وحامل الأمانة، وهو الزوج أو الأب. خصص وقت ولم عيلتك حواليك، انت أساس بناء البيت أو هدمه. الست اللي معاك محتاجة دعمك علشان تكمل، وأولادك محتاجين يتعلموا المحبة والتعاون والرحمة. انت القدوة يا عزيزي الرجل. فعلشان نعالج عزلة النفس لازم نرجع لمة العيلة زي زمان، اللي فيها الحضن الدافي والضحكة الصافية والكلمة الحلوة.